السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا على القناه تاعي مصطفى يو كي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيسبر اليوم ماكوش تسمعوا في الريح كيما الفيديو تاع البارح، ما كاينش الريح لما موحي مليحه. لا لا سلكة. هاي خلاص نبداو خوتنا. السوجي تاعنا تاع اليوم نحكوا على الناس اللي في الجزائر حابه تدفع فيزا بصح تخلص اسباس، تخلص كاش، يعني ما عندهاش ريلفي وفي الخدمه ما يخلصوهمش عن طريق البنك. كيفاش يديروا باش يخدموا ريلفي كيما يقولوا ما تشري ريلفي ما والو. دوك انا نفهمكم خوتي، نعطيكم شويه لي زاستيس وتفهموا ان شاء الله كيفاش تخدموا ريلفي. بون الحاجه الاولى لازم تروح تفتح كونت، تفتح حساب في البنك، بنك ولا سي سي بي ولا كيما تحب نتايا. افتح بنك هذاك. موراها يا خويا تقيد بالفيش دو باي تاعك. باغي تشوف الفيش دو باي عندك تخلص زعما 4 ملايين و220، لازم تفاسي 4 ملايين و220 كل شهر. كل زعما شحال تخلص في البريمير لو دو لو فوا 21 ما يهمش. المهم لازم النهار اللي تخلص روح حط عليك لابري تاعك كومبلي. كي تعمر هذاك بوردورو تاع الفيرسمون، هذاك الورقه تاع الفيرسمون هذيك اسمك ولا قبك في المبلغ، حط لهم المبلغ بالسنتيم على حسب الفيش دو باي تاعك كيفاش تخلصها، وانت فيرسيها بروحك نورمال مهم تفيرسيها عادي. تحط هذاك المبلغ كومبلي، تقول له يدير لي هنا المبلغ كيما راهو، ماشي تخلص 4 ملايين و220 زعما دير لهم 4 ملايين و200 ولا 4 ملايين و300 شيفرو زيروات مغلوقه. لا لا خويا العزيز، دير لهم بالفصيله بالضبط، حطهم في هذاك النهار. موراها خويا على 24 ساعه روح اجبد مبلغ صغير، اجبد 400,000 500 السمانه اللي مليها، زيد جبد 400 300. فهمتوا خوتي باش ديروا الموفمون يكون شباب وشي، وما تجبدوش فوق النصف الشهريه زعما، فوق النصف المبلغ اللي تفرسيوه. باغ اكزومبل نتايا تخلص 4 ملايين يا خويا، ما تجبدش فوق 2 ملايين، تجبد مليون ونص، مليون و600، مليون 800 ماكسيموم هكذا باش تخبي شويه. يقول لك هذا ماهوش يجبد كاع شهريته وراه تكفيه شهريته باش يخبوا منها باش يقدر يوفر مصاريف الرحله تاعو. هما هكايا يديروا الحسابات ابيبري خالتي. قلنا مور ما تخبيه ومور ما تبدا تجبد بشويه يا خويا العزيز. لازم تتبع هذو لي بروسيدور، تتبع هذه الطريقه لمده 3 شهور ولا 6 شهور، وصلت انت حتى تلاقي من المبلغ تاعك الكبير، حتى تلاقي من المبلغ تاعك هذاك المقدر باش تقدر تدفع به في الفورميلا ولا تدفع الفيزا تاعك. دوك رايحين تقسيمي تقولوا لي انا نخلص 4 ملايين وكنخبي كل شهر هكذايا، راح تجيني يا ربي بالك 10 ملايين 10 ملايين ما تكفينيش. صح دوك نفهم خاوتي. انتوما نهار اللي تفتحوا الكونت، هذاك النهار اللي تفتحوا الكونت حطوا نصيب من البال شويه كبير، معليش حط 10 ملايين ولا حط 8 ملايين ولا 7 ملايين. الشهر اللي ملهيها، الشهر اللي كما يقولوا الموالي، ابدا ثم تنظم في الريلفي تاعك. ونهار اللي تخرج الريلفي خرجوا من لادات اللي بديت تنظم فيها الريلفي، ماشي من لادات اللي حطيت فيها هذاك المبلغ 7 ملايين ولا 8 ملايين باش يبان بلي هذاك رصيد قديم، يبان بلي رصيد قديم. معناتها نتايا الشهور اللي فاتوا كنت ثاني تنظمهم، ماهمش فاهمين باللي حطيت المبلغ تاعك كامل هذاك 7 ملايين ولا 8 ملايين. لازم ما يبانش في الريلفي باللي حطيته في هذيك لادات وهاو المبلغ شحال. لازم في الريلفي تتقيد غير بالمبلغ تاع الفيش دو باي تاعك اللي راهي سوا في الورقه هذيك تاع الفيش دو باي. هذه هي خاطر كيفاش تخدموا. كي يدور عليها كما نقولوا يدور عليها 6 شهور 6 شهور خاوتي. اجبدوا الريلفي تاعكم عادي من لادات. ناكد ونعاود خاوتي، من لادات اللي بديتوا تنظموا فيها الريلفي، ماشي من لادات اللي حطيت هذاك المبلغ مع البديه. معناتها هذاك الفيرسمون الاول كاع، الفيرسمون الاول اللي حطيته فيه 7 ملايين ولا 10 ملايين ولا حط شحال حبيت. المهم دير حسابك باش بالتقريب نهار اللي تجبد الريلفي يكون عندك مبلغ مليح من المال وما تكونفليش خاوتي. فيزا تاع بريطانيا كاين بزاف ناس داورين فيه غير على جال حط مبلغ كبير، حط 40 مليون ولا 50 مليون وبدا ينظم كيما راني نقولوا. لا لا خاوتي، حط غير مبلغ خفيف 10 ملايين، اش عارف انايا 9 ملايين 11 مليون سا ديبون. انا نقولوا الواحد سيليباتير يحط هكا، واحد متزوج يحط شويه زياده عليه تا باسكو عندك مسؤوليات ولازم تكون مخبي بزياده في البنكه. تما قادر تحط 15 مليون، قادر تحط مانيش عارف انا 13 مليون 16 مليون، وبدا تنظم بشوي. نهار اللي تخرج البيت تاعك تاع 6 شهور ولا تاع 3 شهور راح تلقى مثلا بالك 25 مليون فيه، بالك تلقى 23 مليون.
حتى 30 مليون معليش خاوتي ديروا حساب هذا حتى 30 مليون. وصا ديبون الاقدميه خاوتي اللي يكون قديم في الخدمه عنده 7 سنين ولا واش يقول لهم بلي عندي 20 مليون ولا في الكونت وما عنده لا كارت غريز لا عقد تاع دار لا والو، يقولوا له تاع كومبلي 7 سنين انت خدام لاين تاع 20 مليون راك جاي تصرفها عندنا، معناتها ما راكش مقنعنا باللي تقدر تجي تفواياجي تعاود تولي لبلادك. وما هكا يخمو خاوتي. يتسمى نتايا اخي العزيز ولا كي تروح تفيرسي دير ابيبري حسابك شحال عندك اللي تخدم، عندك عامل يا خويا في العامل هذيك طيحوا نوصي لحقها 30 مليون ولا مانيش عارف انايا. المهم خاوتي فيزا تاع بريطانيا ماشي كيما الفيزات الاخرين، ما يحبوش دراهم بزاف في الكونت، باسكو الا حطيت لهم دراهم بزاف في الكونت رايحين يديطايو مليح الكونت تاعك ويفيريفيو ويحسبوا لك 1000 حساب باش يشوفوا ابيبري الا صح هذاك هو المبلغ اللي راح يكون في الكونت ابيبري نقولوا، ولا راك داير مبلغ بعيد بزاف كبير بزاف ماشي هذاك هو المبلغ تاعك. دوك نعطيك مثال، كاين ناس بزاف عنده عامين خدمه بار اكزومبل ولا يخلص 4 ملايين ونص ولا 5 ملايين ولا 6 ملايين نقول، في عامين النهار اللي راح يتبدل فيه كانت عنده 300 مليون. دونك هما يديروا حساب تاع عامين تخلص 6 ملايين تخبي 3 ملايين وتصرف 3 ملايين، هذيك 3 ملايين يحسبوها في عامين هكذا. يقول لك عندك عامين خدمه والريفي تاعك جديد، عندك سابايزون عامين خدمه ما همش عارفين الريفي ولا جديد ولا قديم، الكونت ما يقدروش يعرفوا الا قديم ولا جديد، يقدروا يتاكدوا برك الكونت اسكو تاعك ولا لا عليه. يقول لك هذيك 3 ملايين نتايا عندك عامين خدمه منين جاتك 300 مليون، هنايا اللي راح يكون الريفي ديريكت خاوتي لا قدر الله. يتسمى يقول لك تايا 3 ملايين ابيبري يحسب شحال طيح لك في عامين راك تخبيها، بالك يكون عندك شويه صرف ما قبل ولا طيح لك 30 مليون 40 مليون دير 50 مليون معليش. بصح باش تقول له خدمت عامين ولا خدمت 3 سنين عندك 300 مليون ولا 400 مليون وما حطيت لهم حتى تبرير ولا حتى رساله توضيحيه، بالك ما بعت حاجه حط لها الورقه، حط لهم الورقه تاعها، بالك بعت دار، بالك بعت طوموبيل، فهمت؟ تما من الاحسن خاوتي ما تكونفيوش الكونت تاعكم. وراني نهضر خاصه الناس اللي يدخلوا اسباس كاش، معناتها هو راه راح يفيرسي بطريقه غير مباشره، باسكو بالطريقه المباشره خدمتك هي اللي تفيرسي لك في الكونت، انت راك جايب دراهمك وراك راح تحطهم في الكونت تاعك وراك راح تتصرف بهم كيما تحب. كاين ناس واحد اخرى سقساتني قالوا لي لا درنا هذه العمليه زعما كندير هذه العمليه اسكو لازم لنا تبرير من الخدمه، ورقه اتيستاسيون دو بايمون اون اسباس، شهاده معناتها شغل ما يخلصوا فيك نقدا اسباس ولا ماهيش لازمه. خالتي هذه الورقه ماهيش اوبليجي، تقدر تحب ديرها تحب ما ديرهاش. انا نحكي على روحي نخلص اسباس ما درتهاش اتيستاسيون دو بايمون اون اسباس، تصرفت في الكونت تاعي تنفيرسي لا باي تاعي نتبدا على 24 ساعه، بعد على سمانه زيد نثبت شويه وهذه هي خالتي. وكما يقولوا كاين الحلول، تقيدوا بالطريقه هذه اللي قلتها لكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات هكذا اللي كيف. وهذه هي ان شاء الله فيها خير، وان شاء الله كما يقولوا جميع واحد راي في قلبه ان شاء الله الفيزا في الجيب كما نقولوا. خالتي حقنا نهايه الفيديو تاعنا اليوم اللي حكينا فيه ابيبري على الناس اللي تخلص الكاش اسباس وما عندهاش ريفي بونكير وما عارفه واش دير. هذه هي خالتي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، نتلاقاو في ساعه الخير في فيديو اخر. كاش حافظه خالتي خلونا في التعليق كاش حاجه نسيناها، كاش ما راكو حابين موضوع شفتوه باللي مفيد نحكوا عليه، ان شاء الله نفيدوا خاوتنا بالمعلومات اللي نعرفوها. تهلاو في روحكم خاوتي، نتلاقاو في ساعه الخير. كان معكم مصطفى يوكي، تحياتنا لكم كامل وموت عليكم كيف. السلام عليكم.